السلام عليكم. معكم محمد. كنقدم لكم مشاريع اللي براس مال صغير وربح كبير. اول حاجه، الى وصلتوا هذا الفيديو ل1000 لايك و100 كومونتير و100 بارطاج، غادي نجرب لكم انا هذا البروجي هذا على ارض الواقع، وغادي نديرها بنفسي، وغادي نوريكم كي ديروا تصاوبوها غير في الدار. الفكره ديال البروجي اللي جبت لكم اليوم وهو بيع المعسلات. وبالنسبه لهاد المعسلات هما بحال المقروط ولا ديك الزلابيه الطويله ولا البريوات ولا النوغا. غادي تبقى تصاوب المعسلات ولا شي مرة تصاوبهم لك، وغادي تبقى تفرقهم على صحاب الحوانت. مهم في البدايه غادي تبدا غير بالحوانت اللي حدا داركم، يعني واحد 4 ولا 5 ديال الحوانت. اصلا هما كيبغيو هاد الحوايج هادو، يعني انت غادي تصاوبهم، اصلا هما ماذا بهم تجيب لهم وغادي تقسموا واحد الربح. اول حاجه غادي تدي لهم واحد الحبه يذوقوا باش يشوفوا الجوده ديال هذيك المعسله، ومن بعد راه حتى شي واحد ما غادي يرفض هاد الطلب ديالكم. غير شويه ديال الهضره مزيانه وغادي يشدوا عليكم دوك المعسلات، وكيتباعوا في الساع بالزربه، كيتباعوا كيتمشاو دوك المعسلات. وبالنسبه للطريقه اللي غادي تخدم بها هي انك غادي تبقى تحطها عند صحاب المحلات، واللي غادي يقبل غادي تديلو دوك المعسلات. مهم غادي تشري واحد العلب، هي رخيصه كدير 30 دورو. كل باكيه غادي تبقى دير فيها 40 حبه وغادي تحطها عند مول الحانوت، وملي غادي تتباع غادي تمشي عنده وغادي تفاهموا، وانت غادي تدي خلاصك وهو غادي يدير الربح اللي جالو. وهكا شويه بشويه غادي تتعرف، وغادي تبقى تتعامل مع بزاف ديال الحوانت. يقدر تبقى تتعامل مع 20 حانوت، يقدر تبقى تتعامل مع 25. فالمهم تكون عندك الجوده وتكون عندك المصداقيه. وبالنسبه لراس المال اللي كيحتاج هذا المشروع هذا، تقدر تبدا غير براس مال قليل اللي هو 200 درهم ولا 500 درهم ولا 400 درهم. واما بالنسبه لطريقه التحضير كما قلت لكم، نلقى في هذا الفيديو 1000 لايك و100 كومونتير و100 بارطاج، غادي نعطيكم الطريقه وغادي نجرب لكم هذه الفكره على ارض الواقع وغادي تشوفوا. وهذا المشروع كننصح به جميع الشباب انه مشروع مربح ومشروع كيتمشى. وهذا المشروع ماشي غير الاولاد، هذا المشروع يقدر يديروه حتى البنات، يقدر يخدموه الاولاد ولا البنات. فمشروع مربح ومشروع مزيان. توكلوا على الله وبداو وحيدوا العجز، وان شاء الله ما يكون غير الخير، واي حاجه خصها الصبر. وهنا كنوصلوا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، وحتى نتلاقاو في مشروع جديد ان شاء الله.